السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في العالم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده هنعمل مع بعض مربى جزر بالبرتقال. مربى سهلة ولذيذة وهتعجبكم قوي ان شاء الله. تاكليها بقى في السحور، تاكليها اثنين وخميس في صيام رجب وشعبان. تاكليها في فطار، تاكليها في عشاء. هي لذيذة جدا ومش هتكلفك كتير. الجزر مال السوق الايام دي، والبرتقال مال السوق، ويعتبر ارخص حاجة في السوق هو الجزر والبرتقال. الجزر في الخضار ارخص حاجة، والبرتقال في الفاكهة ارخص حاجة. مش هنكلف كتير، وهنملى بيتنا بالحاجات الجميلة اللي تسعد اولادنا وتفرحهم. هنعمل مع بعض. المفروض لكل كيلو جزر كيلو برتقال كيلو سكر. بس انا صراحة ربنا مش هعمل المعيار ده، لان السكر هيبقى كتير قوي وهيجزع نفسنا واحنا بناكلها. فانا حبيت اعمل ايه، كل 2 كيلو جزر هحط عليهم كيلو برتقال، هحط عليهم كيلو سكر. يعني زودت الجزر بس، كمية الجزر بس شوية. اول حاجة هنعملها مع بعض، هنغسل البرتقال كويس بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، ونغسل الجزر معانا برضو علشان ايه نبشره بالمبشرة دي. اول حاجة نحط البرتقال بعد ما نغسله كويس قوي في حلة في مية على النار عشان نسلقه يا بنات. نسلقه عشان ننزل مرارة البرتقال فيه. انا هعمله كده بلحمه بقشره بكله. لازم يكون برتقال بصرة، علشان البرتقال بصرة مفيهوش بذر، كله لحم وميته قليلة مش كتيرة. هو كله عبارة عن لحم. خلينا مع بعض نشوف هنعمل هنا. هنحط مع بعض يا بنات مية على البوتاجاز، مية باردة عادي، نحط فيها الايه البرتقال بتاعنا يتسلق. تمام. بعد ما يتسلق هنشوف هنعمل مع بعض ايه. ونروح دلوقتي على ايه، على الجزر علشان نبشره. كده يا بنات هنقطع الجزر بالشكل اللي انت شايفاه ده، الناحيتين الاتنين، وبالقشار نقشر تقشيرة خفيفة كده على السريع. طبعا انتوا شاطرين وكلكم بتعرفوا ازاي تقشروا جزر وازاي ايه تبشروه، بس انا دلوقتي بوريه للبنات المبتدئة اللي لسه ما بتعرفش لا تقشر ولا تعمل اي حاجة، اللي واخدة على النوم بس وعلى التليفون. تمام. هنا قشرناها معانا اهي زي ما انت شايفاها. تقشري كل الكمية دي بنفس الطريقة دي. تمام. ونروح ايه على البشر نبشرها مع بعض. هنا هنبدأ نبشر مع بعض الجزر بالطريقة الجميلة اللي انت شايفاها دي. لو عندك مبشرة اسمها ايه كبة دي، ابشريها بيها. ما عندكيش بالمبشرة، ما توقفيش على حاجة. اهي. لو انت مش فاضية عادي ابنك الصغير هيبشرهم لك في ثواني، على ما انت تعملي اي شغلة تانية تكوني بشرتي. كل الكمية تنبشر بالشكل اللي انت شايفاه ده عشان المربى بتاعتنا تطلع مخرزة وجميل. انا ممكن اقول لك خرطيها مكعبات بس مش ونرجع نعملها بالهاند بلندر، بس هتبقى ناعمة قوي. وبصراحة انا ما عنديش الهاند بلندر ده، فهنبشرها بالطريقة دي كل الكمية بالشكل اللي انت شايفاه ده. اهي انبشرت معانا كل الكمية اهي زي ما انت شايفة. نبشر كل كمية الجزر بالطريقة دي، مش هتاخد منك ثواني. ونرجع تاني ايه نشوفها يا حبايبي. خلصنا كل كمية الجزر، بشرناها كلها زي ما انت شايفة بنفس الطريقة ديت كلها هي. هنجيب بقى مع بعض 2 كيلو سكر عادي، سكر تموين او سكر من الحر التاني عادي اي حاجة. المهم احنا نجيب 2 كيلو سكر مع بعض ونحطهم فين على كمية. هنا فضينا اول كيس مع بعض، بس انا فصلت الكاميرا وانا بفضي اول كيس عشان ما يقعش مني. وادي تاني كيس هنفضيه برضو ايه مع بعض. يبقى كده انا حطيت 2 كيلو سكر. اقلب الاول واكمل بقى الكمية. حطيت 2 كيلو سكر على على 4 كيلو جزر و2 كيلو برتقال.
ونقلبها كده مع بعضها علشان خاطر ايه تاخد وتدي كده مع نفسها، ونسيبها ايه مع بعض حوالي ساعتين 2 متقلب الجزر في السكر بالشكل ده عشان يجيب ميته ويدبل معانا. تمام يا حبيبتي. وبعد كده ايه هنشوف هنكمل ايه مع بعض. انا هقلبها كلها وارجع لك تاني. شغال. هي هنكمل ايه قلبناها مع بعض بقى. هنكمل بقى الكميه كده. بقت الايه ال2 كيلو سكر. هنقلبهم كويس ونسيبها ساعتين مع بعض زي ما انا قلت لك، ونرجع تاني. نيجي هنا بقى ايه البرتقال بتاعنا نسلقه زي ما انتم شايفين، وبدأنا نطلع فيه. شوفوا معايا سلق خالص اهو، وبدأنا نطلع فيه من المية اهو. اتهق احنا عايزينه كده. هنطلع كل الكمية ونبردها معانا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. شايفين يا بنات المية الصفرا خالص دي المرارة بتاعت البرتقال. طبعا اللي بخر بخر، واللي فضل ايه هما دول. هنا الجزر جاب كل السوائل بتاعته، وهنا هنقطع البرتقال مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونفرمه في الكب ونشوف مع بعض هنا هنفرمه ازاي. هنا يا حبايبي فرمنا اهوت البرتقال مع بعض في الكبه، واللي ما عندهاش كبه تقطعه بالسكينه على ايدها مكعبات صغيره كده، يعني ما تقفش على حاجه. زي ما انتوا شايفين فرمتها في الكبه، وادي السوائل ديت كلها طالعه من الجزر ومن البرتقال. السوائل دي هنعلق بيها على النار في حله كده حلوه، ونعلق عليها. في الاول نعلي البوتاجاز عليها شويه بس تبدا تغلي، بنهدي عليها بقى البوتاجاز مع بعض. تمام. حطينا المربى معانا على النار اهي شويه كده، ربع ساعه تغلي، وبعدين نبقى نهدي عليها. هنغطيها ونسيبها بقى. حبايبي غليت معانا خالص اهيت، وبدأنا نهدي عليها البوتاجاز، وهنحط لها كيسين فانيليا. صراحة هي مش محتاجة، ريحة البرتقال خطيرة فيها، بس ايه حابة تحطيه حطيه، مش حابة تحطيه. وهنعصر عليها لونتين 2. بدل ما تروح تشتري البرطمان المربى بقد كده وهيخلص على طول، يعني ما تفكرش ان هو هيقعد بالاسبوع ولا حاجه. لا ده هما يومين وهبص ليه خلصان. لا اجيب بحقه جزر وبرتقال واعمل بقى يكفيني كميه جامده، والموضوع يعني مش هيكلفك ياما. ده حاجه بسيطه، حاجه بسيطه خالص. شلنا البذر ونعصر بقى الليمون. لو احنا عايزين نخليها من السنة للسنة نحط عليها ملح ليمون، لكن احنا طبعا عمرها ما هتقعد من السنة للسنة، احنا كلها يعني نكتروا ايام. فهنحط لها بقى ايه عصر ليمونتين 2. ماشي البذرة دي وادي الليمونة التانية يا حبيبتي شوفها هي كمان. انت بالكمية اللي عندك، يعني لو الكمية اللي عندك حاجة بسيطة حطي ليمونة واحدة، حطي نص ليمون، حطي ليمونة ونص على حسب كمية انت اضرب حالك وبشغلك. وشوفي لونها دلوقتي بقى بشكلها، وشوفي بقى لونها معايا ان شاء الله بس تستوي
هيبقى شكلها ايه. وخليكي بقى ايه معايا كده، تشتركي لي في القناة وتشجعيني. اشتركي عشان القناة تكبر بيك. وهنغطي عليها ونسيبها بقى ايه حوالي ساعتين كده ولا حاجة على نار هادية تقصر مع نفسها كده، ونشوف في الاخر نتيجتها هتطلع شكلها ايه. باذن الله هتطلع جميلة وتفتح نفسنا ان شاء الله للصيام بقى وللسحور والحاجات الحلوة دي يا حبايبي. النتيجة النهائية بتاعت مربى الجزر بتاعتنا بالبرتقال. تسيبيها على النار لما تقصر بالشكل اللي انت شايفاه ده. عايزه اضربها في الخلاط او بالهاند بلندر اضربيها، مش حابه خلاص براحتك. انا بحب اخليها مخرزه بالشكل اللي انت شايفاه ده. هي مستويه خالص دايبه دوب كده، بس انا سايباها مخرزه، مش عايزه ايه اضربها في الخلاط ولا بالكبه ولا بالهاند بلندر. خليها كده اهي تحفه. شايفه الشكل بتاعها تفتح النفس ما شاء الله عليه. سيبيها على البوتاجاز لحد ما تقصر معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده يا حبيبتي. تنفعك بقى في السحور، وتنفعك برضو حاليا في الفطار وفي العشاء، وتنفعك ان شاء الله في رمضان برضو. ما انت السحور داخل علينا اهوت. الايام اللي جايه دي كلها اثنين وخميس في رجب وشعبان، وبعد كده ان شاء الله رمضان. وكل عام وانتم بخير. وده العيش طبعا عشان ايه ناكل بيه المربى بتاعتنا. وكل عام وأنتم بخير لآخر مرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.